وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لسه في وقت، لسه في فرصة، لسه ممكن تبدأ من جديد. حتى لو كل الابواب قدامك اتقفلت، حتى لو كل الناس قالت لك مفيش بداية جديدة، حتى لو الدنيا بقت عتمة قدامك، ممكن تبدأ من جديد. كل اللي عليك ان انت تعمله انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتبدأ من جديد. لا تكرر غلطاتك تاني، ولا تثق في حد بسرعة، ولا تستعجل على النتائج اللي بتقابلك، لان اهم نتيجة انت هتبقى وصلت لها ان انت قررت ان انت تبدأ. لان في الوقت ده في مليون واحد قال الوقت خلص، في مليون واحد قال مفيش فرصة، في مليون واحد يئس وقف قدام الباب لقاه مقفول يئس. لا، انت ممكن تبدأ في علاقة جديدة، تبدأ في شغل جديد، تبدأ في حاجة يا جدع جديدة. انت لسه ممكن تبدأ، لسه النفس فيك وما متش. طول ما انت عايش في وقت، طول ما انت عايش في فرصة. مليون واحد قالوا البداية خلاص مش هتنفع، ومليون زيهم واكتر قالوا هتنفع ونجحوا. عشان كده لسه في بداية جديدة انك تعمل اي حاجة وتشوف في نفسك اللي انت ما كنتش ممكن تشوفه قبل كده. ارجوك ابدأ بسرعة. انا هذاكر عشان ابقى دكتور. صدقيني يعني كل واحدة فيكم لو صدق نفسه ومسك في حلمه الوضع هيتغير خالص. سيبك من المشاعر السلبيه، سيبك من صاحبك اللي يقول لك اصل انا ما بفتحهاش وهو مقطع الدنيا وانت مالكش دعوه بيه، ولا هو ليك دعوه بيه ولا انت ليك دعوه بيه، مالكش دعوه. انت في نفسك. لما انت هتبقى دكتور فرحه والدك ووالدتك تسوى. ان الحاجه اللي انت قررت ان انت ما تاخدهاش، تتقبل فكره ان حد هيجي من وراك باقصى سرعه هياخدها وتبقى بتاعته، وهو ما ظلمكش، انت اللي مش عايز. كلنا بنقول والله يا عم نفسنا نخش الجنه. لو سالنا اي حد ماشي في الشارع نفسك في ايه؟ لا، لو سالناه نفسك في ايه في الطموحات الاخرويه هيقول ايه؟ هيقول نفسي اخش الجنه، صح؟ كلنا نفسنا نخش. في حد بيقول لك لا يا عم انا مش نفسي اخش الجنه، في الاخره لا يا عم انا مش عايز اخش الجنه دخلوني النار. في حد بيقول كده؟ لا طبعا مستحيل. كده اي حد طموحه انه يخش الجنه، بس هل الطموح ده كفيل انه يدخله الجنه؟ الله اعلم. كل الناس نفسها تخلد في النعيم، اي حد كده. لكن الازمه يا صديقي ان المشاعر والطموحات وحدها لا تكفي. والازمه مش هنا بس، الازمه عارف انت احساس لو انت ما اخدتهاش في حد جاي ينشل بسرعته هياخدها. مش اسمها هرجع، انا مش راجع، انا مش راجع، انا هكمل طريقي مهما كان. انا عارف ان هو صعب، فهيحصل حاجه من اتنين: يا اما هتلاقي المحاضره كبيره زي احد الطالبات كنت بكلمها فبتقول لي كنت بقفلها وخلاص اقول لا مش هكمل، يا اما هتلاقيها كبيره فهتدوس وتكمل حتى لو هتقسمها. مش اسمها هرجع، انا مش راجع، انا مش راجع. انا شعاري في هذه المرحله وعجلت اليك ربي لترضى. انا هكمل طريقي مهما كان. انا عارف ان هو صعب، إلا إنه في الأول وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى هيعوضنا عن هذه المشقة. واستعينوا يا جماعة، استعينوا بالصحبة الصالحة، واستعينوا بحد يدفعكم ويحفزكم في هذه المرحلة عشان تقدر تكمل، لأن مرحلة تقيلة هتجهد من كتر الشغل. لكن في النهاية زي ما احنا بنقول: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في النهاية لما هتوصل للنجاح كل التعب والمشقة ده هيروح، والله كل ده هيروح. كل دقيقة بتمر عليك وانت بتذاكر هتحس بقيمتها والله العظيم قدام. كل يوم قافل على نفسك باب الأوضة ومنكب على المذاكرة وحارم نفسك من خروجات وحاجات كتير، والله العظيم لربنا يكبر بخاطرك بحق الأيام دي. اوعى تفكر ان ربنا مش شايفك، ربنا مش شايف المجهود اللي انت بتعمله، ربنا مش مطلع على اللي انت بتعمله. لا، ربنا عالم بكل يوم انت سهران وبتتعب عشان عايز توصل لحاجة، ربنا عالم بكل مجهود انت بتبذله عشان الحلم اللي انت عايز تحققه، عالم بكل قرش بيتصرف عليك حلال، عالم بكل حاجة انت بتعملها عشان الامتحان اللي انت داخل عليه ده تقفله. والله العظيم ربنا هيكبر بخاطرك جبر انت ما تتخيلوش. كل اللي عليك ابذل مجهود، اعمل اللي عليك. انت بتبني مستقبلك، انت اللي بتحدد مسار حياتك، انت اللي بتحدد بكره تبقى ايه، وبكره ده قريب قوي. عشان كده لو قافل على نفسك باب الاوضه وبتذاكر دلوقتي انت راجل، ولو بنت انت مليون راجل، لان انت بترسم مستقبلك بايدك. وصدقني الايام يا بتجري بسرعه، وبكره تقف قدام الناس وتتحاكى وتقول لهم كنت بقفل على نفسي باب الاوضه وبموت نفسي مذاكره، وكان املي الوحيد ان عندي ايمان ان ربنا مطلع على المجهود اللي بعمله، وربنا هيكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطر كل بني ادم بيمتحن. منشن كل واحد بيمتحن وقول له ربنا معاك، هيكبر بخاطرك ان شاء الله.